السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نعمل بقى النهاردة كرنب بقى نجففه بطريقة حلوة. هنغلي المية ونبتدي نحط فيها معلقة سكر، وبعد معلقة السكر ما تغلي نبتدي بقى نخرع الكرنب اللي هو ايه، نقطعه ونوضبه يعني على اساس ان احنا ايه هنحطه في المية. انا بعمل الكرنبايه بكرنبايتها عشان انا مش عايزاه مهري، انا عايزاه انزله في الميه، اشيله احطه على ميه ساقعه من الحنفيه. بس كده ببتدي ان انا احطه في الحله بقى. الميه غليت. بعد ما خرعته بحط كل كرنبايه لوحدها في الحله. واطلعه بقى ايه، مفيش، يا دوبك ابله واروح مطلعه. احط معلقه السكر، هي بله واحده، يكون اخضر زي ما هو كده، يا دوبك بس ان هو ايه، طري شويه من بعضين. وببتدي بقى ان انا ايه، اطلعه كده ورقه ورقه. بصوا عامل ازاي، ما شاء الله عليه، جميل، تحفه. بعد ما اطلعه كده ابتدي احطه في ميه ساقعه، حاطه طبق فيه وحاطه فيه ميه ساقعه. وبعدها اكون خلصت كل الكميه، سلقته كله، كذا كرنبايات كذا كرنبايه يعني، يجي 6 7 كرنبايات بس. وبكده ببتدي بقى ان انا هنا اوضبه. بجيب 3 ورقات على بعض، ببتدي اشيل العود بتاع اللي هو الناشف دون، وابتدي بقى ان انا ايه، اخرع كله والف الكرنب ايه، ملفوف زي ما هو، ما بقطعوش اللي هو ايه ورقه ورقه دي، بس بقطعه كده على المقاس اللي انا عايزاه. وابتدي ايه، احطه في اطباق. عايزه اقول لكم برضو بيطلع طول السنه زي الفل. وده كرنب البلدي مش كرنب البط، لان كرنب البط ما بيتخزنش، كرنب البط طول السنه. طالع جميل. وبتطلعيه من الفريزر، بعدها بتحطي له شويه ميه سخنه كده من الكتل، وانت حاطه له فيه الكمون وحاطه فيه السكر. خلاص كده ما بيبقاش محتاجه الا ايه، الحشو بس بيطلع زي العسل. ده الكرنب البلدي اللي هو بتاع ايه بتاعنا، مش الكرنب البط. بس وبكون لفاه كده، بطلع بقى الورقه احشي على طول. كده بدأنا نرص، نحط في اطباق، ونخرعه ونرصه في الاطباق. انا بجيب كده بصي كده بسيطه جدا، ما بتاخدش اي حاجه، هوا بتعمليه ولا بياخد اي حاجه. وبتبتدي تعملي كميه، انا بجيب مره 10 بجيب مره 6 بقى على حسب ما بجيب، ما بلاقيه حلو. بس كده. وببتدي ان انا ايه، اخرع اهون، واحط بقى ارص في الاطباق زي ما هو كده معمول. انا اوريهولكوا اهو ايه مفروض ازاي، معمول ازاي. شايفين، بسيط خالص، مفيهوش اي حاجه. تبتدي تقطعي وتلفي كده بس. بتلفي كله وتكيسيه في الاطباق. بتحطي كيس الاول في الطبق، وبعدين انت ايه، تروحي حاطاه في الاطباق رصاه. بعد ما بترصيه بتجيبي تلبسيه كيسين، كيس قدام وكيس من ورا، وتروحي مقفلاه وحطاه في الفريزر، ان هو بحيث ان هو ما يخشلوش هوا خالص. بس كده. وبكده كيست كل الكميه وخلصتها. ولايك وشير، وعايزاكم ترفعوا لي القناه بقى وتدعموني، وكومنتات بقى تقولي رايكم ايه. والسلام عليكم ورحمه الله.